يا دكتور اجوز الكلب بتاعي امتى؟ انا جايب كلب جديد وعايز اعرف هبدا اجوزه من امتى. طيب هنتفق مع بعض ان احنا هنقسم الكلاب لثلاث انواع، وعلى اساسها هنبدا نحدد احنا نقدر نجوزه امتى. اول حاجه السمول بريدز او البريدز اللي حجمها صغير، دول ممكن نبدا نجوزهم من عند عمر السنه. تاني حاجه الميديم بريد، الكلاب اللي حجمها متوسط، دول بنبدا نجوزهم من عند عمر السنه وثلاث شهور. اخر نوع الكلاب اللي هي جاينت بريد او اللي احجامها كبيره جدا، دول بنبدا نجوزهم من عند عمر السنه ونص لغايه عمر السنتين على حسب نوع. طيب لو انا عندي كلبه فيميل وعايز اعرف امتى بالظبط الميعاد المناسب للجواز، اول ما بيبدا عليها اعراض طلب الجواز بنبدا نوديها العياده، والدكتور بيبدا يعمل لها تحاليل وبيعمل لها مسحه، ونعرف ميعاد الجواز المناسب بيكون امتى بالظبط. وده بيختلف من كلبه للتانيه. في كلاب بتبقى ماشيه على السكادول الصح اللي هو بيكون فيه 9 ايام تحضير وبعد كده 9 ايام جواز، وفي كلاب كتير جدا بيختلف معاهم الموضوع ده بسبب مشاكل في الهرمونات ومشاكل في التبويض. انا دكتور مينا وده عيادة بيتو.